أقول أخي افعل ما شئت، فوالله العظيم يقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وما دام بصير والله سيردها لك، والله سيردها لك. يقول لي أحد رؤساء الهيئة، يقول مسكنا واحد كان طالع وفي استراحة ومع بنات، يقول والمهم انتهت القضية، يقول دارت يمكن 6 شهور أو 7 شهور، ثم مسكنا بنت معها 4 شباب في الاستراحة. يقول لما اتصلنا بالأرقام أخوي فلان واتصلنا فيه وجاء، يقول والله العظيم أنه هو جاي الآن وعملت الإجراءات الرسمية فيها. يقول الرجل هذا أنا شايفه لكني ما أدري وين شفته. يقول لي يا أخي أنت أنا شفتك تعرفني. فقام نزل راسه، يقول عرفت الموضوع فيه شيء. يقول يوم تكلمت معه قال أنا فلان اللي ماسكينه قبل 7 شهور مع ذا. قال ردك الله الدين، من يزني يزنى به ولو بجداره، فإن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، تزني ببيتك بغير الدرهم، قال يزنى في بيتك، تزني بدرهم يزنى في بيتك بغير الدرهم. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهالقضية، قال أترضاه لأمك؟ يعني ترى لو خليتك بيجي أحد يزني في أمك، وبيجي أحد يزني في زوجتك، وبيجي أحد يزني في، والله كما تدين وتدان. ولو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن القضية هذه يعني عادية وسهلة كان ما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. هذا قربان الزنا، مو زنا، قربان الزنا تقرب معاكسة مغازل بلوتوث. قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالقضية يعني هي سهلة. فأنا أقول أنت، بعض الناس يفكر أنه هو ذكي وضحك ورتب لخويته تطلع معه تضحك على أخوها، والله أختك ضحك عليك بعد. صحيح. طلعت من بيت خالتهم والله أختك ضحك عليك. لو ما فيها الأمور كلها يا جماعة وين بتروح من الله عز وجل في القضية في النهاية؟ والله العظيم سيسألنا الله. قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلن تجد أحد أحب إلى الله، ولا يا أخي مطلوبك عند الله، وما عند الله لا ينال إلا برضا.